بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة ودايولانوس 2007. طبعا العربية مغيرة النص الخلفي. طبعا العربية دي الراجل جابها من بنها على أساس العربية رشة الجنبين، لكن للأسف الشديد وجدنا إن العربية مغيرة النص الخلفي. طبعا بنقول إن في المحافظات إذا كانت الشرقية أو في الدقهلية أو في شبرا أو في بنها أو في أي حتة، افحص العربية في أي مكان يعجبك عشان ما تتعرضش الموقف اللي اتعرض للراجل اللي دفع له بتاع 200,000 جنيه في عربية زي كده. وللأسف الشديد ممكن يرخص العربية توقف معاه في التراخيص، أو هتاخد وقت ما تحول لجنة فنية ما يجي يبيعها مش هيعرف يبيعها تاني، لأن العربية مغيرة النص الخلفي. احنا نصحناه إن هو ياخد العربية ويطلع بيها على بنها تاني عشان يرجع العربية لصاحبها طبعا اللي خدعه وضحك عليه وغشه. طبعا احنا هنرفع العربية، هنشوف مع بعض كده الشغل بتاعنا اللي موجود أسفل السيارة بالعرض. هنلاقي طبعا العربية مغيرة النص الخلفي. هنا طبعا ده سيليكون موجود تحت ايدينا، احنا بنطلعه بالمفك اهوت زي ما انتم شايفين. ده سيليكون موجود اسفل العربيه. هنا برضو نفس الكلام، ده سيليكون موجود، والعربيه مغيره النص الخلفي. فاحنا بننصح الناس، لان العربيات طبعا مش رفاهيه، العربيات غاليه جدا. من فضلكم افحص العربيه في اي مكان يعجبك، لكن تشتري العربيه بالشكل او بالكلمه او بالثقه او ده قريبي او ده صاحبي او ده معرفه او الكلام ده كلام مش مظبوط. فاحنا بنحذر الناس ونوعيهم، لان الفحص ده مهم جدا. في اي مكان يعجبك افحص العربيه قبل ما تشتريها عشان ما تتعرضش للموقف اللي تعرض له الراجل اللي اشترى العربيه، وربنا يسهل له ويرجعها لصاحبها في بنها. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. ليس لنا فروع أخرى أو أرقام أخرى أو أسماء أخرى. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.